ماذا لو قررت أنك تستمتع اليوم وتبطل تكون قلق؟ إيش ممكن يختلف في الحياة؟ وزنك اللي تبغين توصلي له، ترقيتك، علاقاتك، زواجك، قد يكون الحمل، أهدافك، الوصول، مشاعر تبغى توصل لها، معتقد تبغى تغيره. ماذا لو أنك لن تصل إلى هذا كله إلا لما تقرر أن تجعل المتعة جزء من روتين حياتك، تجعل الاستمتاع، تجعل العيش، تجعل أنك أنت تكون بشعور جيد جزء من حياتك. المتعة والشعور الجيد يوصلونك أسرع للي قلته قبل شوي. لما بس تدقق وتشتغل وتركز وما تستمتع وتعطي وقت بس للجدية طوال الوقت، فأنت عندك تحكم زائد بالوصول، وللأسف تفتقد إلى المتعة اللي هي الوقود اللي يوصلك بشكل أسرع للأهداف. المتعة كأنك تقفز، أوكي؟ فماذا لو قررت اليوم أني أنا أستمتع؟ ماذا لو قررت اليوم أني أعيش المتعة؟ ماذا لو قررت اليوم أني أنا ألبس ألوان صيف وأستمتع؟ ماذا لو قررت أشغل أغنية وأرقص؟ ماذا لو قررت أني أنا والله إذا شعوري أني أنا بقص شعري شعور جيد أقص شعري؟ ماذا لو قررت أحط ميك اب لنفسي؟ ماذا لو طبخت الأكل اللي تعطيني شعور جيد؟ ماذا لو قررت أني أنا اليوم أحجز كلاس مثلا بيلاتس، يوغا؟ ماذا لو قررت أني أشوف فيلم يضحكني؟ ماذا لو قررت أطلع مع صاحبتي اللي تعطيني شعور جيد؟ ماذا لو قررت أطلع مع زوجي ونلعب ألعاب مع بعض؟ ماذا لو قررت أن تستمتع؟ كيف ممكن تتغير حياتك؟ أنا متأكدة للأفضل. وإذا أنت ما تعرف تستمتع، دورة حب الذات تساعدك تبني معك خطوات بسيطة لمدة 21 يوم لحبك لذاتك، للسلام الداخلي، للتغيير، وجزء منها تشافي ثم بناء المتعة. كذلك دورة الطوارئ للناس اللي عندهم قلق مفرط ومو عارفين حتى يدخلون في المتعة. أي تسجيل موقع إلكتروني في البايو.